اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. النهارده احنا هنعمل مراجعه على الموسم الثاني من مسلسل لوكي الجدير بالذكر، اللي احنا هنتكلم على كل حاجه حصلت في الموسم بالتفصيل. لذا لو انت ما كنتش شفت المسلسل اقفل الحلقه دي دلوقتي عشان هيبقى فيه حرق جامد. الموسم الثاني من مسلسل لوكي كان متكون من 6 حلقات، اتعرض على قناه ديزني بلس. الحلقه الاولى اتعرضت يوم 5 اكتوبر والاخيره كانت يوم 9 نوفمبر، والموسم ده ضمن المرحله الخامسه من عالم مارفل السينمائي اللي هو الام سي يو. الموسم بيبتدي من حيث انتهى الموسم الاول، ان هي هو ريمينز بيموت، المالتيفيرس بينشأ، في خطوط زمنيه كتير عمال بتتفرع بشكل اكبر من قدره التايم لوم ان هو يستوعبها، بيبقى في خطر اباده كل الوجود. لوكي بيواجه بعض المشاكل تتعلق بالتايم سليبنج بين الاوقات المختلفه، مع بعض المشاكل الفرعيه زي ان رونا وميس مينيتس بيدوروا على فيكتور تايملي عشان يخلوه هي هو ريمينز الجديد. بالاضافه ان المسؤولين في التي في اي عندهم نفس العقليه القديمه عن ضروره مسح الخطوط الزمنيه الناشئه، بس لوكي بيتغلب على كل المشاكل دي. خطه هي هو ريمينز كانت قائمه ان هو يمسح كل الخطوط الزمنيه ويسيب خط زمني واحد اللي هو الخط الزمني المقدس، لضمان عدم وجود نسخ منه في المستقبل تعمل حرب على صعيد المالتيفيرس وتدمره. وكان الضمان بتاعه هو التايم لوم. التايم لوم ما هو الا فيل سيف هو عمله لضمان عدم تفرع الخط الزمني، وان هو عمره ما يحتوي جميع الخطوط الزمنيه الناشئه مهما كبرت في سعه استيعابه. فلوكي بيكون قصاده اختيارين، الاختيار الاول هي هو ريمينز يموت، نشوف ان المالتيفيرس هينشأ، التايم لوم مش هيستوعب، هيتدمر كل الخطوط الزمنيه بما فيها الخط الزمني المقدس هيتدمروا والناس اللي فيها هيموتوا. الاوبشن التاني هي هو ريمينز يعيش، هيضطر ان هو يموت سيلفي، كل الخطوط الزمنيه هتتدمر باستثناء الخط الزمني المقدس اللي الناس اللي عايشين فيه مش هيكون عندهم اراده حره. لوكي بيقرر ان هو ياخد اختيار ثالث، ان هي هو ريمينز يموت وان هو يدمر التايم لوم. بنشوف ان هو بيبقى معاه كل الخطوط الزمنيه ماسكها في ايده عشان ما تموتش، بيقعد على العرش في نهايه الزمان، بتعمل شكل يجرتسيل اللي هي شجره العوالم في النورس ميثولوجي. واخيرا بيكون عنده الغرض المجيد اللي دايما كان بيتكلم عنه. هو اخد دور هي هو ريمينز بس بيسمح بالاراده الحره انها تبقى موجوده، بدليل نسخ كانج المتعدده اللي موجوده عبر المالتيفيرس زي النسخه اللي اتكلموا عنها اللي ظهرت في فيلم انت مان 3. غالبا كده دلوقتي لوكي هو اقوى كائن في مارفل مالتيفيرس. هل طريقته هتكون احسن من طريقه هي هو ريمينز؟ محدش عارف، بس الاكيد ان دلوقتي في نسخ كتير لكانج موجوده، كل واحد فيهم قوي للغايه وصعب هزيمته زي ما شفنا في فيلم انت مان. واكيد هي هو ريمينز كان حاول قبل كده ان هو يحافظ على المالتيفيرس وفشل، لذا احنا هنشوف بعد كده طريقه لوكي كانت صح ولا غلط. في نظريه موجوده ان كل اللي بيحصل ده ما هي الا تايم لوب، وان في المستقبل هيحصل الحرب ان هي هو ريمينز كان بيتكلم عنها ما بين نسخ كانج المتعدده، وفي واحد منهم هيكسب وبعد كده هيموت لوكي وياخد الخطوط الزمنيه ويقعد على العرش ياسس التي في اي ويبقى هي هو ريمينز الجديد. وخصوصا ان في شواهد كتير عبر الموسم الثاني بتاكد ان في تايم لوب. مسلسل لوكي هي رحله تحول شرير لبطل ان هو يكون نقيض الشخص اللي كان عليه في الاول، الشخص اللي كان عايز ياخد من الناس الاراده الحره عشان كان شايف انها مجرد وهم، الشخص اللي على طول كان بيتكلم ان هو عايز عرش بغض النظر عن الطريقه اللي هيجي بيها عشان كان شايف ان ده حقه، بيتحول بالتدريج، بيفهم طبيعه الحكم والعرش والمسؤوليات اللي بتيجي معاهم، بيقضي مئات السنين عشان ينقذ تريليونات البشر وبيتعلم وبيجرب طرق مختلفه، وفي الاخر بينقذ المالتيفيرس من المصير المكتوب اللي عامله هي هو ريمينز، وبيضحي بنفسه من اجل ناس ما يعرفهاش. الرغبه في الاراده الحره دي شبه حاجه حصلت في الكوميكس لما لوكي زهق ان هو يبقى اله الاذى فقرر ان هو يكتب قصته بنفسه فبقى اله القصص. كمان في ميكس شويه مع قصه اطلس اللي شايل الوجود كله على كتفه، بس الفرق هنا ان اطلس كان بيتعاقب بينما لوكي اختار كده وضحى. التمثيل بتاع توم هيدلسون كان قوي جدا الصراحه، المؤثرات البصريه والساوند تراكس كانت متميزه زي الموسم الاول. الموسم ده اخد تقييم 82% على روتن توميتوز وحقق مشاهدات كبيره جدا بالنسبه لعام 2023 وبالنسبه لباقي اعمال مارفل. بالنسبه لي انا تقييمي الشخصي، انا شايف ان ده احسن مسلسل انا شفته جوه عالم مارفل السينمائي، احسن نهايه لشخصيه اتقدمت، كميه كاركتر ديفلوبمنت مش طبيعيه ان الشخص يتحول بالشكل ده، يبقى من شرير يتحول يبقى طيب، والتحول كان تدريجي ومنطقي ما كانش عشوائي او بالعافيه. كل حاجه كانت مثاليه الصراحه. انا لو في حاجه ما كانتش عجباني هتبقى ان انا ما فهمتش دور سيلفي قوي في الاحداث، هي كان ليها حضور يذكر في الموسم الاولاني، دلوقتي لا خالص. كمان هما ما جابوش اي ذكر او سيره لقصه الحب اللي كانت ما بينهم وما بين لوكي، تجاهلوها دلوقتي. انا كان نفسي برضو ان انا اشوف ثور بحيث ان هو يقدم نهايه ووداع يليق بشخصيه لوكي. بالنسبه لمستقبل المسلسل فالكاتب كان قال ان هو ما عملش في حسابه ان هو هيكتب اكتر من موسمين، فغالبا كان مفيش موسم ثالث.
بالنسبة لشخصية لوكي فتوم هيدرسون كان قال ان هو المسلسل ده احسن تكريم لشخصية هو فضل يلعبها 14 سنة، لذا هو بيطرح بعض التساؤلات على مستقبله، هل هو ده هيكون اخر عمل هو هيظهر فيه ولا لا. بالنسبة لشخصية كانج وهي هو ريمينز والفاريانس بتاعتهم، ففي مشكلة ان الممثل اللي هو جوناثان ميجورز عامل مشاكل كتير جدا جدا قضائية، ومارفل اتخانقت منه. في بعض الاشاعات القوية بتقول ان مارفل خلاص زهقت، قررت انها تبدل الشرير بتاع المرحلة الجاية، مش بس هتستبدل الممثل، لا هي هتستبدل الشخصية وتخلي شرير المرحلة الخامسة والسادسة حد تاني. بس كده دي كانت حلقة سريعة عملنا فيها مراجعة على الموسم الثاني من مسلسل لوكي. انا عايزك دلوقتي تقولي في الكومنتس انت ايه رأيك في المسلسل ده بشكل عام، وتقيمه هو رقم كام بالنسبة لباقي اعمال مارفل. احنا الحلقة الجاية هنتكلم على حاجة جديدة. لغاية الحلقة الجاية ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.